بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد على قناة الكورة مع تريكا. فضلا وليس أمرا اعمل لايك وصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. لازم لعيبة النادي الأهلي تعرف إن ماتشك مع بورتو ماتش للكبرياء، ماتش لنفسك، ماتش للي أنت تعرف العالم كله إن اللي حصل في ماتش بالميراث كان سوء توفيق وما كانش فيه تركيز، لكن الماتش ده لازم تكسب ومالكش دعوة بأي حاجة تاني، ما تبصش في أي حتة، بص في اللي قدامك وذاكر امتحانك انت ومالكش دعوه بحد. هو ده اللي لعيبه النادي الاهلي لازم تعرفه، وهو ده اللي لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني لازم يبقوا واثقين مليون في الميه، اللي انت اكسب ومالكش دعوه بحد. خلي الباقي على ربنا وخلي التوفيق ده بقى بتاع ربنا. هو ده اللي لازم كل الناس تبقى عارفاه، عشان كمان تسكت الناس اللي طالعه تتكلم، الناس اللي عماله تقلل منك وتقلل من النادي الاهلي وتقلل من الصفقات. كابتن احمد حسام ميدو طالع يتريق على لعيبه النادي الاهلي ويقول لك لعيبه على قدها. طب ما اللعيبه اللي على قدها ده من ضمنهم زيزو اللي كان عندك، اللي كان نجم الجيل، اللي كان هداف التاريخي بتاع نادي الزمالك. بشكر كل المتابعين وكل الناس اللي بتقدر قيمه النادي الاهلي. النادي الاهلي مش مباراه، انت مش بتشجع النادي الاهلي عشان تكسب ماتش. النادي الاهلي ونادي الزمالك والانديه الكبيره ديت، الانديه ديت ما بتشجعش تكسب ماتش لا تخسر ماتش لا. انت دي روح، دي روح جواك. لكن انك تطلع تقلل من النادي الاهلي يا كابتن ميدو، انت لعبت في انديه ورجعت فاشل، ما عملتش اي حاجه من ساعه ما رجعت. عمال تروح على الكباريهات وعمال تسكر وعمال تعمل وشيكات مفتوحه وتطلع تكذب، لكن مالكش دعوه بالاهلي. ما تطلعش تقلل من لعيبه النادي الاهلي، ده انت بتقلل من راجل كان عندك الهداف التاريخي لنادي الزمالك. الف مليون شكر.